برنارد مادوف أو بيرني ده ملياردير أمريكي، وكان رئيس بورصة ناسداك. مات في السجن وكان بيقضي عقوبة مدتها 150 سنة. مادوف صاحب أكبر عملية احتيال في التاريخ بمبالغ تجاوزت $50 مليار. بسببه أعلن بنك HSBC عن فقد $1 مليار، وفي 2 من المستثمرين معاه انتحروا بسببه. بيرني من أشهر الناس اللي نفذت مخطط بونزي. فيطلع مين بونزي ده وإيه اللي عمله؟ قصتنا بتبدأ بتشارلز بونزي، وده شاب إيطالي سافر لأمريكا وكان كل اللي معاه $200 بس، إلا إنه دخل أمريكا وكل اللي في جيبه $2.50، لأنه خسر كل فلوسه على المركب في القمار. بعد ما وصل أمريكا فشل بونزي في أكتر من شغلانة. بعدها طلع على كندا ولقى شغل في بنك إيطالي في مونتريال، بس لأن بونزي أساسا شمال نصب على عميلة للبنك وزور توقيعها على شيكات واستولى على فلوس من حسابها، واتكشف واتحكم عليه ب3 سنين سجن. خرج بونزي من السجن ورجع أمريكا مرة تانية. أشهر محطة في حياته كانت سنة 1919. في الوقت ده كان في حاجة اسمها الأسايم البريدية، كنت تقدر تشتريها ب$1 وتقدر تبدلها بعد كده في أي وقت بعدد من الطوابع البريدية، واللي تقدر برضو تبيعها بمقابل مادي، وده كان نظام عالمي في وقتها، وتقدر تشتري الأسيمة دي من أي مكتب بريد في العالم. بونزي عمل محفظة استثمارية وتاجر في الطوابع البريدية بين إيطاليا وأمريكا، وحقق مكسب من فرق القيمة الشرائية بين العملتين. بيبدأ بونزي يقنع قرايبه في أمريكا إن هم يستثمروا معاه، وقال لهم إن العائد هيوصل ل 400%، واداهم فعلا أرباح بفوائد توصل ل 50% من أصل المبلغ كل 45 يوم، يعني 100% كل 90 يوم. كسب بونزي ثقة كبيرة من الناس اللي استثمرت معاه، واللي رجعوا واستثمروا معاه مرة تانية بمبالغ أكبر، طبعا في أرباح أكتر. كبر اسم بونزي وانتشر وسمع في ولايات تانية، وزاد عدد المستثمرين بشكل كبير جدا، تجاوز 40,000 مستثمر، وقدر يجمع $10 مليون في سنة واحدة بس، وده كان مبلغ كبير جدا وقتها. كان بيدفع الفوائد للناس ازاي؟ بياخد من المستثمرين الجداد ويدفع فوائد للمستثمرين القدام، وكل شوية المستثمرين بتزيد والعجلة ماشية، وكل ما الناس ما بتقبض ثقتهم بتزيد وتجيب ناس جديدة. بدأت الصحافة تهاجم بونزي وتشكك الناس فيه، وناس كتيرة راحت تطالب بفلوسها. هنا بتنتهي اللعبة وبيعجز بونزي عن سداد المبالغ اللي الناس بتطالب بيها، فيتقبض عليه ويدخل السجن لمدة سنة. يسافر بعدها على إيطاليا وبعدها للبرازيل، وفضل عايش حياة فقيرة جدا لحد ما مات. المشكلة إن في ناس فضلت مصدقة إن الإعلام والحكومة خافوا من زيادة سلطة بونزي وفضلوا حاربوه لحد ما وقع. الكلام ده بيفكرك بحاجة صح؟ المهم خلصت حدوتة بونزي، لكن التاريخ بيحتفظ باسمه ويربطه بالحيلة اللي استخدمها، وبتفضل نموذج لكل النصابين اللي بتحاول تلعب على طبيعة النفس البشرية في حلم الثراء السريع. الحدوتة خلصت، بس قبل ما تخلص عايزين نعرف ليه الحيلة دي ناجحة جدا وشغالة كويس لحد النهاردة، وازاي الناس بتصدقها كل مرة. ستيفن جرينسبان ده أستاذ علم نفس وحاصل على العديد من شهادات الدكتوراه، واللي كان واحد من ضحايا مادوف اللي اتكلمنا عليه في أول الفيديو. بعد اللي حصل ألف كتاب بيحاول يشرح فيه ليه الناس بتقع في الفخ ده، وقال في الكتاب إن ده بيحصل تحت تأثير 4 عوامل. العامل الأول هو situation أو الموقف، يعني جه حد قالك إن عنده مزرعة دواجن أو مواشي أو بيستورد أي منتج من بره، والدنيا ماشية معاه زي الفل، بس هو عايز يوسع نشاطه ويزود راس المال، ومحتاجك إنك تستثمر فلوسك معاه وتاخد 50% فايدة على الفلوس بتاعتك كل سنة. كلام جميل والعرض مغري، بس انت هتشك. لكن لما تلاقي ناس تانية، وغالبا منهم ناس انت تعرفها، بتثق فيه وبتشغل فلوسها معاه وبتشكر فيه وبتقولك ان سمعته زي الفل، والراجل ده بيعمل خير كتير وبتاع ربنا كمان، وانهم بياخدوا الفوائد بتاعتهم في وقتها زي ما وعدهم. والراجل ده كمان مش بيقبل فلوس من اي حد، وليه شروط عشان يقبل يشغل فلوسك معاه. لازم يعرف في الاول انت شغال ايه وفلوسك دي جايه منين. بيتهيألي انت كده اشتريت وقررت تحط فلوسك وتحويشة عمرك، ويمكن كمان تبيع دهب مراتك وتحط الفلوس معاه، لان الموقف اجمالا دلوقتي بيدفعك للثقة في الشخص ده. طيب لو انت مفتح وحويط قوي ولسه ما وقعتش، نيجي للنقطة التانية وهي الادراك. قبل ما نتكلم في النقطة دي لازم تفهم ان في فرق بين الادراك والذكاء. لو بصيت على ضحايا مادوف هتلاقي كتير منهم غاية في الذكاء، لكنهم اتصرفوا بمنتهى السذاجة ووقعوا في الفخ. طيب هل الذكي ممكن يكون ساذج؟ ممكن،
ممكن جدا تكون ذكي بس تاخد قرار ساذج عشان ما شغلتش دماغك واستخدمت ذكائك. طيب ليه انت ممكن تعمل كده؟ عشان انت بدل ما تدرس بشكل كافي وواعي وتبذل مجهود قبل ما تقرر تشغل فلوسك، انت استسهلت. وهنا هنروح النقطة الثالثة وهي الشخصية. الثقة في شخص ما دي حاجة بتختلف من شخص للتاني. في ناس مش بتثق في أي حد، وناس تانية بتميل للثقة في الناس اللي بتتعامل معاها بسهولة، وناس في النص بتفكر كويس قبل ما تدي ثقتها لأي حد. وهو ده الصح على فكرة. الثقة دي أهم حاجة لو الموضوع هيتعلق بالاستثمار. ولازم تعرف برضو إن في فرق بين الذكاء المعرفي والذكاء الاجتماعي، وإن الشخص اللي بيكون عنده ذكاء اجتماعي أعلى بيكون قادر أكتر على التقاط الإشارات ويحس بالخطر أسرع. العامل الأخير وهو العاطفة، وهنا عايز أقولك إن المشاعر دي لازم تكون آخر حاجة لو أنت بتفكر تستثمر فلوسك. أكتر المشاعر والعواطف اللي بتحكم عملية الاستثمار هي الخوف والطمع، وده اللي بيلعب عليه النصاب اللي بيطبق مخطط بونزي. الخوف من ضياع الفرصة والطمع في مكسب كبير سريع. في النهاية لو عايز تتعلم تبقى نصاب وتطبق كتالوج بونزي، أقول لك تعمل إيه؟ شوف فكرة أي مشروع أو منتج وابدأ اشتغل على أصحابك وقرايبك ومعارفك أو أي حد تعرفه. اوعدهم بحلم الثراء السريع مش مجرد مكسب بس. ويا ريت بقى لو تركز على الشباب الصغير عشان دي أكتر ناس عايزة تكسب بسرعة ومن غير تعب. اديهم فعلا أرباح على فترات قصيرة عشان يطمنوا. اتكلم دايما عن النجاح والفلوس اللي بتيجي بالصبر، واحكي قصص نجاح لناس شغلت معاك فلوسها. واي حد يشك فيك ابعد عنه وما تحاولش تقنعه، وقول للناس ان ده وش فقر. ولو انت مش ناوي تبقى نصاب، يبقى ما تصدقش اي حد يقولك الكلام اللي انا لسه قايله ده. ويا ريت تبقى اتعلمت وعرفت ان مفيش حاجة اسمها مكسب سريع من غير تعب، او ان في دواء مجهول المصدر على قناة بير السلم بيجيب نتيجة مضمونة. وانك لو شكيت في الكلام المعسول والوعود الوردية فغالبا انت صح. وبس كده، ونتقابل قريب ان شاء الله.